اهلا بكم. النهارده هنتعلم خطوة جديدة في الاكسل، وهي دالتين: الاكس لوك اب والترانسبوز. هنعرف يعني ايه دي. تغني الاكس لوك اب دي تغني عن كل الدوال بتاعت اللوك اب كلها، اللي هي الفي لوك اب والاندكس والماتش، تلغيها. بس ديا الاكس لوك اب دي ما بتبقاش موجودة غير في الاصدارات الجديدة، اللي هي مثلا من اوفيس 2021 كده مثلا، واللي هي 365، الاصدار بتاع 365. طيب بالنسبة هنا، انا لو عايزة اجيب الاوردر اي دي ده ونجيبه بدلالة الكاستمر نيم، نعملها ازاي؟ هنعمل كده، هنقول له ايكوال واقول له اكس لوك اب اهي. هفتح كده قوس، وبعدين بعمل ايه بقى؟ بضغط على الاوردر اي دي. وعلى فكرة، وهنا ولا هثبت خلية ولا هعمل اوتوفيل ولا اي حاجة، هي هتنزل زي ما هي كده. تمام. عملنا على الاوردر اي دي كده، علمنا عليه، ضغطنا عليه، وبعدين هقول له كوما. تمام. وبعد كده هعمل ايه؟ هعلم على عمود الاوردر اي دي اللي انا بتاع الجدول اللي انا هعمله، اللي هو دوت العمود كله كده. تمام. وبعد كده هاجي اعمل ايه؟ كوما كده. بعد ما اعمل كوما وعلمنا عليه، هعلم على عمود اسم العميل كله من اول خلية، مش انا عايزه اجيب اللي هو الكاستمر نيم بتاعه. فهاجي هنا كده على العمود بتاع الايه، اسم العميل ده، بعد ما عملنا كوما كده. وطبعا ولا هدوس ايه، ولا هدوس تثبيت ولا اي حاجه، مش هثبت اي حاجه. تمام. وبعد كده هقفل الايه، القوس بتاعي كده، واقول له انتر اهي. جالي كاستمر نيم بايونيرز اهو. طب انا لو حبيت اغير كده من هنا اهو، اي كود من الاكواد دي هيجيلي الكاستمر نيم بتاعه، مش كده هو بالطريقه دي. تمام. طيب لما اجي اعمل بقى للبرانش هنا، هو عايز اجيب ايه؟ ال الاوردر اي جي ده عايزين نجيبه هنا للبرانش والكاستمر نيم، نجيبه بالاتنين. فنعمل ايه بقى لو جبناه بالبرانش والكاستمر نيم؟ نقف على البرانش كده، تمام، ونعمل ايكوال يساوي، وبعدين هقول له اكس لوك اب اهي. اضغط عليها كده كليكتين، وبعدين بعمل ايه بقى؟ بقول له اعلم على الاوردر اي دي اللي هو ده، اللي انا هجيب بدلالته البرانش والكاستمر نيم، هعلم عليه كده واقول له كوما. وبعدين هعمل ايه بقى بعد ما اعلم عليه كده؟ هعلم على ايه؟ على العمود بتاع الاوردر اي دي طبعا كله اهو. هاجي كده اعلم على العمود بتاع الاوردر اي دي كده اهو من اول خلية، وبعدين هعمل كوما. وبعد ما اعلم على العمود بتاع الاوردر اي دي فقط، هعمل ايه بقى بعد كده؟ هعلم على الفرع مع اسم العميل. يعني ازاي كده اهو؟ ادي هنيجي هنا بقى كده اهو، كاستمر نيم الفرع اهو، البرانش بتاعي كده مع اسم العميل اهو. هحدده كله كده اهو. تمام. واقوم عامله اقفل القوس بتاعي واقول له انتر اهو. جاب لي البرانش بتاعي، الفرع بتاعي، والكاستمر ايه نيم بتاع بايونيرز اهو. تمام. طيب هنا بقى عشان اجيب الحاجات دي، الاوردر ديت والبرانش والكاستمر نيم والكاتيجوري والسب كاتيجوري والسيلز، سهل. هاجي هنا هقف بقى كده وهقول له ايه؟ ايكوال اكس لوك اب اهي. هفتحها، وبعدين احنا قلنا هنعمل ايه؟ هنعلم على الاوردر اي دي.
ماشي. وبعد كده هعمل كومة، وبعدين هعمل ايه بقى بعد ما اعمل الكومة؟ هعلم على كل الايه الاوردر اي جي بتاعي هنا، على العمود بتاع الاوردر اي جي اهو كده. وبعد كده هعلم واقول له كومة، منساش الكومة. وبعد كده هقوم معلمة على ايه؟ هو عايز الاوردر ديت، تمام. طيب هاجي بقى ايه عايز من اول الاوردر ديت، وعايز الايه كمان، عايز الاوردر ديت والبرانش والكاستمر نيم والكاتيجوري كله بقى لحد السيلز. هقوم انا جايبه كده ومعلمه على كل ده، تمام. وبعدين ايه اقفل القوس كده واقول له انتر. بص بقى جاب لي ايه، شايف هنا جاب لي ايه في العمود ده؟ دي داله فانكشن جابها لي بالايه افقي. ليه؟ عشان انا ما عملتش بوز. لما اعمل ترانسبوز يعني هخلي ايه في الترانسبوز ايه، بيجيب لي البيانات بشكل افقي. لكن في حاجه اسمها الترانسبوز بتاعتي بتعمل ايه، بتقلب الصف لعمود وبتقلب العمود لصف، ماشي. وبرضك دي بتكون في الاصدار الجديد 365 والاوفيس من اول اصدار 2019 تقريبا يعني كده. فاعمل ايه بقى؟ هقوم انا عامله ايه، هاجي هنا طبعا عشان اجيبها عمود كده، انا فتحت الدالة بتاعتي تمام. هكتب هنا ترانسبوز اهي ترانسبوز، كليكتين وايه وفتح القوس بتاعي تمام. وهاجي هنا اقوم قافله بالقوس كده تاني واقول له انتر. بصوا بقى جابها لي اهو كلها اهي، جابها لي من الاول، جاب لي البرانش والكاستمر نيم والايه والعمود بتاعتي، تمام اهي، والكاتيجوري والسب كاتيجوري. هو انا بس في حاجه هنا انا ما عملتهاش، تعالوا نعملها من الاول اهي. احنا قلنا علمنا على كله بالطريقه دي. بعدين هاجي اقفل القوس كده واقفل القوس كده تاني اهي. بصوا اهي انا عملتها بالترانسبوز والايه والاكسلوك اب، ماشي. فاهي بصوا اهي المعادلة، عملنا الترانسبوز وفتحنا قوس وحطينا الاكسلوك معاها، وبعدين علمت على الاوردر اي جي هنا، وبعد كده رحت علمت عنده هنا في الاوردر ايه اي جي ده اهو العمود ده علمنا عنده. وبعدين عملنا كوما، وبعد كده عملنا من اول الاوردر دي اتعلمنا لحد الاخر، وبعدين قفلنا القوس وقفلنا القوس بتاع الترانس ايه بوز، وجالي بالشكل ايه ده، تمام. ادي كده جابهولنا بدل افقي بالترانسبوز خلاه عمودي بالشكل ده. وبكده نكون عرفنا ازاي نتعامل مع الاكس لوك اب في الاكسل والترانسبوز في الاكسل بطريقه سهله جدا. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه عشان نكمل مع بعض سلسله دروس تحليل البيانات الجايه.